عاملين ايه الاخبار؟ لا مفيش الكلام ده. انا هسيب التعليم يا ماما. اسيب الدين واكفر يا جدعان، يا جدعان عيب يا جدعان، والله على عيال لا مفيش الكلام ده. ايه يا شاطر؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ بقالي اهو فتره ما اتكلمتش عليك، وبرضه انت مصمم وتحس ان انت بتستفزني عشان اعمل فيديو عليك. ايه يا اسطى في ايه؟ انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ عملت فيديو مع واحده وقلنا ماشي، الشاطر خلاص كده بقى مش موجود، شاطر الهورني الجاي بتاعنا وقلنا ماشي، اما انت تيجي وكمان فوق كده تعمل فيديو بعديها تقول انا نسيت الدراسه. في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين لا انت عبيط. لا انا كنت مش عايز اعمل جزء تاني. انا حتى لما هم قالوا لي عايزين نعمل جزء تاني للشاطر، مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. وطبعا احنا عملنا تفويض يا جماعه والتصويتات. انا عايز اقول لكم بس التصويت عامل ازاي. الشاطر جايب 52% من 84 تصويت. انا نفسي كنت مش عارف انا هعمل ايه في الفيديو. انت اعمى يا جهاد، انت عميت، ده انت طويل واحد. اشترك في القناه وبهجت صابر هيتصل بيك شخصيا. ادخله. ما تقلقش انا قلت له، ولو دوست على زرار الجرس هيجي لك شخصيا، لاننا لا نخشى الا الله يا ولاد. بس لما انت نزلت الفيديو ده تعالوا نضرب في الفيديو عشان ايه هفش غلي في الشاطر شويه. انا بقالي كتير ما اتكلمتش عليك اصلا. يلا بينا. سبت التعليم ببساطه كده. لما سقطت في الرياضه ما كنتش قايل لكم، بس انا كنت جايب 47%. انت قالي انت قالي حرام عليك يا قالي. تعبيط يالا تعبيط. قول لي مجموعك حالا نمبرز. اي نيد نمبرز. انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ سؤال، هو الناس اللي كانوا بيسالوك على الرقم هم كانوا قصدهم انهي رقم؟ رقم تليفونك انت عشان يتصلوا بيك بالليل انا جوز نونة يا ابن يا مان انا كنت شاذ بسببك يا مان، كنت واخدك قدوه في الشاذ يا مان. يا اسطى يا شاطر ما تقولش الكلام ده، احنا كلنا عارفين ان انت شاذ يا اسطى. طلعت واد بيتا وبتحب البنات وستريت. تسمحوا لي اشخر. بص يا شاطر، انا متابعك بقالي فتره كبيره قوي. بيقول لي انا ستريت. امال الفيديو اللي انا عامله ده كان ليه علاقه بايه؟ هل ده معناه ان هو ستريت؟ معقوله يا رجاله بعد كل اللي وصلنا له تقرروا تتخلوا عني؟ لا يا شاطر ما تقولش كده يا شاطر، احنا ما حدش هيتخلى عنك يا شاطر، احنا بنحبك يا شاطر. هو احنا بنحبك باسلوب تاني يا شاطر، لان ما كانش صح تعمل كده. يالا انا كنت لما بشوفك محتاج بقف عيني. يالا هو انا عن نفسي ما بحبكش، اقل واحد احترمك يا عندي واحده طبعا زي ما انت عارفين. يعني لو انت مش فاهمين الموضوع ده شوف الفيديو ده هتفهمه يعني كل حاجه يعني بتاع. على العموم تعالوا نكمل، يمكن الشاطر يقنعني. يعني انا لحد دلوقتي مفيش اقناع. انا مستني زيك، انا مستني حاجه، انا مستني مثلا ابدعني يا ابني. يلا سمع عمو. بعد كل اللي عملناه والوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض. لا شاطر. انت ايه اللي جابك هنا؟ يالا انت مش كنت تبت؟ لا انا ما قضيتش معاك وقت حلو. لا ولا انا ولا اي حد. يعني في ناس نفسهم يقضوا معاك وقت حلو، بس انا لا، انا ماليش في الحاجات دي يا ابني، انا بتاع نسوان بس. تقرروا تكنسلوني. اوعى تفكر ان احنا هنكنسلك، احنا بس عايزين I am the real hero. معلش يا جماعه سامحوني، انا لسه بس كنت بتفرج على ذا بويز، ساعات كده بتجيلي الحاله وبحس. شاطر انت عمرك ما هتكون هوم لندن، وفي نفس الوقت انت عمرك ما هتكون شاطر خلاص، يعني اسمك العادي. اما الشاطر ما بقاش شاطر، ده كنت فاكرك دحيح. حبيبنا سابنا خلاص وراح دلوقتي نفسك ترجعي. يعني انت سميت قناه الشاطر تمويه، بتطلع الاول على الجمهوريه مثلا. لما قالوا اوائل الجمهوريه على الثانويه عامه كنت عايز اسمع اسم الشاطر كده يرن كده في وداني، وزير كده يدخل لك كده ويديك يسلم عليك كده ويديك مثلا ظرف كده طويل كده يقول لك ايه وحاجات كده يعني. اخص عليك. في فيديو برضه نفس القصه، تعالوا شوفوه لو انتوا مش فاهمين. ماشي، قلت لكم ان انا الابن الضايع على النت وفي الشوارع، ما جيتش قلت لكم ان انا القدوه. انا شخص فيها الحلو والوحش. شاطر انت عمرك ما هتشوف حد شبهك، انت فريد من نوعه. بس من ناحيه تانية فبلاش نعيش الاونطه على بعض. يعني انا مش شخص بالجمال اللي انت متخيله. اقول لك على حاجه، انا لو دلوقتي سبت الكومنتات انا جبتها من الاخر. يا جماعه اي حد عايز يقول كلمه للشاطر اكتبها في الكومنتات، وانا هقبل باي كومنت ومش همسح اي كومنت الا طبعا الكومنتات بس الفتره الجايه هتلاقوني بنوع وبعمل فيديوهات انا فعلا بحبها. هو ايه الفيديوهات اللي انت بتحبها يا شاطر؟ يعني انا عن نفسي في فيديوهات كتير بحبها، اما مش عارف الفيديوهات اللي انت بتحبها ايه يا شاطر. فانت بتحب محتوى ايه بالظبط؟ واتمنى ان هو ما يكونش محتوى بورن.
هيجي ويقول لي يا زميلي انت مفكر نفسك بيل جيتس ولا مارك زوكربيرج عشان تسيب التعليم يا زميلي؟ يا زميلي بطل عبط روح كمل تعليم يا زميلي عشان الشهاده وشكلك قدام المجتمع. بص يا شاطر، ده عادي يعني. انا مش عارف، انا متفاجئ من اللي انت بتقوله، بس ده عادي فاهم يعني. حضرتك انت بتتكلم دلوقتي واحد دخل على ثالثه جامعه، فانت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ انت بتقول لي ازاي ما طلعتش دور تاني على الاقل يعني. انا مش متخلف ولا الناس دي اللي بتتفرج متخلفين. عدت السنه على ماده دي غريب، دي جديده الصراحه. كده لقيت ان انا خدمه اجتماعيه دي مش هستفاد منها بقريب او من بعيد بحاجه خالص، تبقى مضيعه للوقت. بص يا شاطر، يعني انا الكلام اللي انت قلته جميل يا عم، عشان انا مش عايز اطول برضو في الفيديو ده، وعشان الخص لك اللي انا عاوز اقوله في الفيديو. ماشي، الشهاده انت ممكن تعلقها في الحمام، مفيش مشاكل ان انا لو اتخرجت مثلا امسك الشهاده كده واعلقها في الحمام كده قدام القعده كده عشان اطرد. اما لما انت تقول لي انا هسيب التعليم عشان ده مثلا معهد مش هيجيب لي حاجه، حتى انت على كلامك اللي انت بتقول من الاخر بقى يعني ايه، عشان اكون صريح معاكم يا شاطر هيفجرها دلوقتي. انا بكره التعليم والدراسه بقى يعني. انا مش عايز اصدمك بالواقع يعني. حضرتك انا واحد بشتغل في وجبات سريعه، مع ان مجالي مش ملوش علاقه بالوجبات السريعه، بس في نفس الوقت بتشتغل. هل اشتغلت بشهادتي؟ لا. مرتبي كويس؟ لا تقدر تقول عليه كده يعني حاجه تقضيني انا او تقضي دراستي يعني. انا بصرف على دراستي. امسك الشهاده ارميها في اي زباله عادي، بس على العموم ان هو يكون معاك الشهاده. برضو راجع نفسك تاني. الفيديو اللي انت شايفينه ده الشاطر علق عليه، فممكن الفيديو ده كمان ممكن يعلق عليه، ودي حاجه ترجع لك انت، تسيب الدراسه او ما تسيبهاش. بس انا بكلمك على تجارب شخصيه يعني. لو الشاطر عايز علق يا برنس، مفيش مشاكل، بس ما تشتمش عشان احنا عندنا بفه. هو 500 بس 500 هننفجر ولا ايه؟